استخبارات العدو ما تكون واقفة بس على GPS ومواقع وساتلايت، لا بل أيضا أن يعتمد اعتماد تام على النفسية وردة فعل الناس، ويقدر يشوف هذا الشيء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. معلومة ببلاش يقدر ياخذها وأسرع سريع، ممكن يكتب تغريدة في نفس الحسابات الزبالة اللي هم عندهم إياها ويشوف ردة فعل الناس. وإحنا للأسف أو بعضنا طبعا يتم التفاعل مع التغريدات اللي هو يسويها أو يعني المنشورات اللي هم يوزعونها. ألف لعنة عليهم، وأنا أتكلم على العدو. هو يهمه جدا يشوف إحنا شلون نتفاعل، شلون نتكلم، شلون نسوي، يدرس الحالة النفسية للمجتمع ويتصرف من خلالها. الموضوع مو بس إحنا لا نصور صواريخ طايحة ورايحة، لا إحنا أيضا لازم ما نتفاعل معهم على أساس لا يعرف الجانب النفسي. اثنين، أنا دائما أقول وجود البواسل اللي قاعد يصدون ويحمون أرض وسماء الديرة هذه واللي يخلونا إحنا مرتاحين. وأنا دائما أقول إحنا مطمنين بوجودكم للأمانة. والله العظيم قاعد تقومون بواجب، أقسم بالله العظيم. يعني جمايلكم اللي انتم الحين قاعد تسوونها انزين تنحط على الراس وما راح تكفي مهما نسولف عنها من هني الى يوم القيامه. احنا مطمنين بوجودكم، وانا اتمنى لكل مؤثر، لكل شخص، لاي انسان عنده حساب، خلي يرفع روح المعنويات للجيش، خلي يرفع روح المعنويات للناس اللي هذا اهاليهم وحبايبهم، عيالهم وابهاتهم ازواجهم وقاعدين يحمون لراحتنا ولراحة هذه البلد. فكروا الجانب الإيجابي، وهم عليهم الدفاع وإحنا علينا نقطع أي معلومة لاستخبارات العدو ورفع معنويات الناس اللي بالخط الأول.